سجن أموري في اليابان اتحبس شاب اسمه يوشي شيريتوري في تهمة قتل ظلم وأجبروه إنه يعترف بيها وقدر يهرب منه بكل سهولة. شيريتوري في الأصل لسه محترف في فتح الأقفال، قدر ياخد من جردل المية السلك المعدني اللي فيه من دورة المياه في السجن، وانتهز فرصة تبديل وردية الحراس واللي بتستغرق حوالي 15 دقيقة ما بين آخر مرور وأول مرور من الدورية الجديدة. في ال 15 دقيقة دي قدر شيريتوري إنه يفتح 5 أبواب علشان يخرج بره مبدأ السجن، ويخرج من بعدها من سور السجن ويحصل على حريته. ولكن للأسف أثناء عملية هروبه اتصاب شيريتوري واحتاج لأدوات علشان يخيط الجرح بتاعه، فقرر شيريتوري إنه يسرقها من مستشفى، ولسوء حظه إن في موظفين في المستشفى اتعرفت عليه وقدروا إنهم يمسكوه لحد ما الشرطة جت وقبضت عليه، وده بعد 3 أيام بس من هروبه. رجع شيريتوري للسجن، ولكن السجن المرة دي أشد من سجن أموري وهو سجن أكيتا، والحراس في سجن أكيتا ما توصوش بشيريتوري، طبعا جاي لهم بعد ما هرب من سجن أموري، يعني هنذبح لك القطة علشان ما تفكرش في الهروب تاني. تعذيب وضرب وزنزانة انفرادي فريدة من نوعها، مقيد بالكلبشات على طول، ومفيش أي رحمة خالص غير من شخص واحد بس، وهو اسمه كوباياشي رئيس الحراس في سجن أكيتا. هو الشخص الوحيد اللي كان بيعطف على شيريتوري من وقت للتاني، وهو اللي صبره على العذاب ده لمدة 6 شهور، لحد ما فجأة ما لقوش شيريتوري في الزنزانة، اتبخر وساب مكانه على السرير ألواح خشب فكها من أرضية الزنزانة وعمل بيها تمويه علشان الحراس ما تاخدش بالها بسرعة. وفعلا الحراس ما عرفتش ولا اكتشفت هروب شيريتوري إلا تاني يوم، وفضل شيريتوري هربان لمدة 3 شهور لحد ما في يوم راح لبيت كوباياشي رئيس الحراس اللي كان بيشفق عليه، وسبب ريحانه ليه هو انه وثق فيه. خبط شيريتوري على باب بيت كوباياشي وفتح ليه، اتصدم لما لقى شيريتوري قدامه، دخله البيت بسرعه وبدأ شيريتوري على طول في الكلام علشان يحاول يخفف من صدمة الراجل، وقال له انا عارف اني غلطان لما هربت من السجن، ولكن انا مستعد اني اسلم نفسي، بس عايز قبل ما اسلم نفسي ارفع قضية على الحراس. انا بهرب من السجن بسبب الحراس، بسبب المعاملة الغير آدمية منهم، وانا جيت لك لانك انت الشخص الوحيد اللي أظهر شيء من الرحمة ليا، فكل اللي أنا بطلبه منك هو إنك توصل صوتي للسلطات العليا، لأنه مش هيوصل إلا من خلالك، أنت شخص موثوق بيه وهيتسمع لك، وكمان علشان الناس تعرف قصتي وتعرف إني مظلوم فيعيدوا التحقيق في قضيتي. أنا كل اللي أنا عايزه إني أتعامل معاملة آدمية وأتحاكم محاكمة عادلة وبس. كوباياشي سمع منه كل الكلام ده وقال له يلا قوم استحمى أنت لحد ما أحضر لك لقمة تاكلها ونتكلم في الموضوع بشكل أوسع. ودخل شيريتوري وهو فرحان وعنده أمل إنه هينفذ خطته وهتنجح ويقدر يرجع لحياته من تاني مع زوجته وبنته، ولكن يا فرحة ما تمت. شيريتوري خرج من الحمام لقى الشرطة محوطاه من جميع الجهات، بص لكوباياشي بنظرة خيانة الثقة، وفقد شيريتوري آخر أمل في الإنسانية بعد اللي عمله كوباياشي، وأقسم إنه مش هيثق لأي مخلوق على وجه الأرض تاني. واتحاكم شيريتوري على هروبه وأخد حكم مؤبد و3 سنين فوقيهم، وطلب شيريتوري من القاضي بكل توسل انه ينقله لسجن طوكيو لانه ما بقاش مستحمل برودة الشمال، ولكن القاضي استقصده ووداه لأسوأ سجن في اليابان واشد سجن في البرودة في اقصى شمال اليابان، سجن اباشيري اللي درجة الحرارة فيه درجة التجمد. ده كان اختصار سريع لحلقة الجزء الاول، اللي حابب يتفرج عليها بالتفصيل هيلاقي اللينك بتاعها في المصادر. اما اللي انا محتاجه منك النهارده انك تركز معايا، لان كل اللي حصل في الجزء الاول ده حمادة، واللي جاي حمادة تاني خالص، فركز معايا ويلا بينا. بعد ما اتقبض على شيريتوري بعد هروبه اللي نجح فيه من السجن في المرتين اللي فاتت، بعدها وصل شيريتوري لسجن أباشيري. فلك أن تتخيل إن الحراس في سجن أباشيري مستنيين ساحر الهروب اللي قدر يهرب من سجون بل من زنزانات محصنة تحصين خاص، فطبعا إنهم مستحلفين له، والكراهية والقسوة مالية قلوبهم من قبل ما يجي، وعاوزينه لما يجي يعملوا منه عبرة لكل مسجون سولت له نفسه على الهروب. على الرغم ان سجن أباشيري معروف بتأمينه وطبيعته من الجو القاسي اللي هناك، يعتبر سجن أباشيري معادل لسجن الكاتراز في أمريكا، والفرق ما بينهم إن الكاتراز محاط بماء المحيط من كل جانب، ولكن سجن أباشيري محاط بالتلج من كل الاتجاهات. ولم يسجل أي حالة هروب في سجن أباشيري لحد ما وصل شيريتوري. ووصل شيريتوري سجن أباشيري في سنة 1943، وكانت درجة الحرارة داخل الزنزانة كانت أقل من درجة التجمد، والحراس حبوا إنهم يعجزوا شيريتوري من الهروب، فكانوا راميينه على الأرض اللي متجمدة من كتر البرودة
البرودة، وكان مقيد ايديه ورجليه من ورا ظهره علشان يصعبوا عليه حركته وما يقدرش انه يفك نفسه، وعلشان يعجزوه اكتر كانوا حابسينه في زنزانته بملابسه الصيفية، وغير ده كله كانوا بيقدموا ليه نص الوجبة بتاعته علشان يعجزوه حرفيا. وفعلا ظهر على شريتري التعب والضعف لدرجة ان الهواء اللي كان بيتنفسه كان بيتجمد جواه، وفي كل التعب والذل ده بيسمع شريتري صوت ضحك الحراس حواليه بيضحكوا من ضعفه وقلة حيلته. فغضب شريتري غضب شديد جدا، وغضبه خلاه يقدر يقف في وشهم بقوة علشان يوقفهم من الضحك عليه، ونزلت الحراس عليه بالضرب، ولكن الضرب ده ما زادش شريتري الا قوة، ووقف في وشهم من تاني بقوة وبصوت عالي زعق فيهم وقال لهم لو انتوا فاكرين اللي انتوا بتعملوه ده هيوقفني عن الهروب تبقوا غلطانين، واوعدكم اني ههرب من هنا، ولو فاكرين ان الكلبشات دي هتمنعني فانا عندي 1000 طريقة لفتحها، ولو ما قدرتش افتحها هكسرها. وفعلا شريتري كسر قدام الحراس الكلبشات واتفزعوا ورجعوا لورا، وعرفوا انهم بيواجهوا قوة اكبر ما كانوا فاكرين. ودي ميزة تانية كان بيتميز بيها شريتري، ان قوته كانت بتفوق قوة البشر العادية، ودي كانت غلطة من شريتري لانه كشف كل اوراقه قدام الحراس، وده خلى الحراس انهم ياخدوا احتياطات اكبر من اللازم. بسبب اللي عرفوه عنه صمموا له زنزانة كلها من فولاذ، وللأمان أكتر عملوا ليه كلبشات تعجزوا عن الوقوف. كان وزن الكلبش الواحد 20 كيلو، ربطوا بيها ايديه ورجليه من ورا ظهره، وبسبب ده كان ما يقدرش يقف من طول الكلبشات، وكان بينام دايما متألم لان الكلبشات العجيبة دي ما كانش ليها مفاتيح، وكان مسموح ليه بفك الكلبشات دي كل 15 يوم، وده للاستحمام فقط، وبعد كده يربطوه تاني بيها. كان علشان يفكوا الكلبشات العجيبة دي كان بيجي 2 حدادين يفكوها في ساعتين ويرجعوا يربطوها تاني، وكانوا بيدخلوا الاكل بتاعه من فتحة صغيرة من باب الزنزانة. كان شريتري عشان يوصل للاكل كان بيزحف له وياكل زي الحيوانات اعزكم الله، وكان بيسرع في اكله قبل ما يتجمد من كتر البرودة، وكان كل ده بسبب ان شريتري كشف اوراقه للحراس. عملوا ليه زنزانة من فولاذ وكلبشات تقيلة وملهاش مفتاح، مقيدينه ايد ورجل من الخلف علشان ما يقدرش يقوم. نص الوجبة بتتقدم ليه وبياكلها زي الحيوانات. لك ان تتخيل ان في اي حد يقدر يهرب مع كل الظروف دي، ولكن شريتري كان اسطورة في عمل خطة هروبه من السجن. شريتري اعتبر ان هروبه من السجن ده ملحمة وحرب لازم يكسبها، وبعد 6 شهور من حبسه في سجن اباشيري في يوم 26 أغسطس تحديدا سنة 1943، وبيتأكد من وجود شريتري من فتحة موجودة في باب الزنزانة، واكتشف الصدمة إنه ملقاش في الزنزانة إلا سرير مرتب عليه هدوم شريتري مطبقة بشكل شيك، ومحطوط جنبهم الكلبشات العجيبة اللي بيتعب اللحامين في فكها. وبعد الاكتشاف ده ابتدت شرطة السجن في البحث عن شريتري، ولكن بدون جدوى. شريتري فص ملح وداب، اختفى زي الشبح. وعقبال بقى ما الحراس يلاقوا شريتري، تعالوا نعرف ازاي شريتري قدر يكسب الملحمه دي، وازاي هيقدر ينفذ وعده للحراس انه هيهرب من كل القيود دي. زي ما قلنا ان شريتري كان قدامه تحديات كتيره، زنزانه فولاذ وكلبشات تقيله مربوطه من ورا ظهره، واكل هزيل وملابس صيفيه مش لايقه مع درجه بروده التجمد اللي موجوده في المكان ده، يعني تعجيز بمعنى الكلمه. شريتري قدر يستخدم ابسط شيء للهروب من كل الحصن المنيع ده، وهي الوجبه اللي بتتقدم ليه. كانت الوجبه الاساسيه في سجن اباشيري هو حساء الميسو، والحساء ده كان معروف انه دايما بيكون مالح بشكل كبير، ومن المعروف برضه ان الملح بيأكسد او بيصدي الفولاذ بشكل سريع. وشريتري استغل ده بطريقه ذكيه جدا. لما كانت بتجيله الوجبه كان كل يوم يحط جزء منها على الكلبشات ويحط في بقه شويه ويبخهم على المسامير اللي ماسكه البرواز الحديد اللي في فتحه التهويه، وكان ده بيكون صعب عليه جدا، بالذات لانه كان مربوط ايديه ورجليه من ورا ظهره. العمليه دي اخدت منه وقت طويل جدا لحد ما صد الحديد وابتدى ان هو يتاكل. وانا عارف ان في سؤال ممكن يكون بيدور في عقل كتير بيسمعوا القصه، وهو ان ازاي الحدادين لما بييجوا يفكوا الكلبشات ما بياخدوش بالهم من الصدى اللي موجود على الكلبشات وهم بيفكوها. هقول لك انا بقى ليه. لان كان شريتري ذكي جدا، وكان بيحط الحساء عند مفاصل ايده في المكان اللي ما كانش بيبان للحدادين جزء من الكلبشات، لان شريتري كان بيخبيها تحت ايده. ده غير ان الكلبشات كان لونها اسود، فكان لونها بيخفي الصدى الى حد ما. اما بقى عن فتحه التهويه فكانت اسهل بكتير من الكلبشات، وده لان المسامير اللي مربوطه بيها فتحه التهويه اضعف بكتير من الكلبشات. ولكن التحدي اللي كان بيقابل شريتري كان بعد ما يفتح فتحه التهويه، لان شريتري لقى ان فتحه التهويه عاملينها اصغر من حجم جسمه، علشان لو حصلت معجزه وقدر يفك نفسه من الكلبشات العجيبه دي ما يقدرش يخرج من بره فتحه التهويه. وده الحراس اخدوا بالهم منه جدا وهم بيبنوا الزنزانه. ولكن شريتري كان عنده قدره ما كانش كشف عنها، وهو انه من الناس اللي عندها مرونه في جسمها،
ومن الاشخاص اللي بتقدر انها تفك مفاصلها وتركبها تاني. انا عارف ان في كتير مش مصدق الكلام ده، ولكن هو ده اللي حصل فعلا، وفعلا في ناس كتير عندها القدرة دي، وفي كتير منا شافها في برامج المواهب. وكان شريتري برغم فكه للقيود ولكن كان مستني الوقت المناسب. في الفترة دي كانت امريكا بتقصف اليابان بقوة في الحرب العالمية الثانية، وكانت الكهرباء بتقطع بشكل مستمر، وكان مستني شريتري الوقت المناسب اللي هتقطع فيه الكهرباء علشان يهرب من غير ما حد يلاحظ. وفي ليلة 26 اغسطس سنة 1943 قطعت الكهرباء وجت الفرصة لشريتري، وبدأ بسرعة في فك الكلبشات وبعد كده المسامير اللي على فتحة التهوية. واخر حاجة كان محتاج يعملها هو انه يقلل من حجم جسمه. فك شريتري مفصل كتفه وفعلا قدر يطلع من فتحة التهوية بعجوبة، وقدر في الضلمة دي كمان يطلع لسطح السجن اللي معمول كله من شبابيك صغيرة من الزجاج، وكسر شباك منهم وطلع لسطح السجن. وللمرة الثالثة قدر شريتري يهرب من اصعب السجون في اليابان بنجاح بجد منقطع النظير. ودي كانت اول واخر حالة هروب تسجل في سجن أباشيري اللي معروف بتأمينه وصعوبته. وهروب شريتري النجح ده خلى لحد النهارده سجن أباشيري بقى متحف لحد الآن، وفي هناك نموذج لشريتري عن طريقة هروبه من السجن. وتعالوا بقى نرجع للحراس اللي بيدوروا على شريتري. هنلاقي انهم ما لقوش ليه اي اثر حرفيا، واقتنعوا ان شريتري خلاص يا مات من شدة البرودة يا اما اكله دب بري. وده التحدي فعلا اللي قابل شريتري بعد هروبه من السجن، لانه اول ما خرج لقى ان التلج محوطه من كل الاتجاهات، بعيد جدا عن اي مكان موجود فيه سكان، وما كانش قدامه الا انه يلاقي اي مكان يستخبى فيه من البرد الشديد والحيوانات المفترسه الموجوده في كل مكان. وزي ما قلنا ان فعلا شرطه السجن ايقنت ان شريتري استحاله يكون نجا من الجو البارد ده او من الحيوانات المفترسه، ولكن شريتري خيب ظنهم وقدر يلاقي مكان يتحمى فيه. ربنا وقع قدامه منجم قديم مهجور في وسط جبال هوكايادو، وحول المنجم ده لمكان يقدر يعيش فيه ويحميه من البروده والحيوانات المفترسه. لا وكمان قدر يتعلم من الحيوانات دي ازاي ان هو يقدر يتحصل على الاكل في المكان ده. يعني من الدببة قدر يتعلم صيد السمك، ومن الأرانب عرف يوصل لشجر الجوز والتوت. وقرر شريتري ساعتها انه يعزل نفسه عن العالم كله وما يفكرش انه يرجع تاني لحياة المطاردة والهروب. وفعلا شريتري استمر في العزلة دي لمدة سنة لحد ما لهيب الاشتياق لزوجته وبنته حرق قلبه، وفضل كل يوم اللهيب ده ياكل في قلبه. ولكن اللي كان بيعجزه هو البعد الكبير اللي ما بينهم، ده غير المخاطرة اللي هيواجهها علشان يقدر يوصل لهم. وبعد السنة التانية خلاص شريتري قرر انه يغامر ويروح لزوجته وبنته، وبالفعل ابتدى الرحلة. وبعد يومين من المشي وصل شريتري لأول منطقة فيها سكان، لكن أول ما وصل لاحظ حاجات غريبة، وهو ان لقى جنود أمريكان موجودة في كل حتة، والإعلانات واليوفط اللي موجودة مترجمة باللغة الإنجليزية. وأول حاجة عملها أخد جورنال يعرف منه أخبار البلد، وبدأ يقلب فيها علشان يعرف إيه اللي حصل في السنين اللي عزل فيها نفسه عن العالم. وعرف شريتري إن أمريكا قذفت اليابان بالقنبلتين النوويتين في هيروشيما وناجازاكي، وإن اليابان استسلمت في الحرب. وعرف شريتري إنه ضيع سنين في عزلة بدون سبب، لأنه ما كانش أولوية السلطات إنها تقبض عليه، وإنه لو كان في وسط أسرته ما كانش حد دور عليه ولا بيفكر فيه أصلا. والمرة دي بجد شريتري دب في قلبه الامل ان المره دي هيرجع لمراته وبنته بدون مطارده، وانه هيكون حر. ولكن المسافه اللي هيقطعها شريتري علشان يوصل لمراته وبنته كانت طويله جدا، لان هو في اقصى الشمال واسرته في الجنوب. يعني الرحله هتستغرق شهور وهو بيسافر ماشي على رجليه. وبدا شريتري بكل سعاده بالفعل رحلته علشان خلاص قدر يحصل على حريته. ولكن شريتري ده شخص غريب جدا من ناحيه حظه السيء، لان بعد 50 يوم ماشي على رجليه وصل لبلد اسمها سابارو، وكان جعان جدا. والبلد دي كانت ارياف وفيها زرع كتير، وهو ماشي لقى مزرعة طماطم فدخل عليها علشان ياكل منها. ولسوء حظه انه هيدفع الثمن غالي عشان طماطمية واحدة. لما كان شريتري في المزرعة شافوا المزارع وافتكروا ان هو حرامي من الحراميين المحليين اللي بيسرقوا المحاصيل، ومسك فيه واتخانق معاه طبعا. وطبعا المشاجرة دي لمت كل المزارعين اللي حواليهم اللي كانوا بيتفرجوا على الخناقه دي. لسوء حظ شريتري ان لما زقه وقع الراجل على صخره ومات. منحوس يا شريتري. مسكوه المزارعين اللي كانوا واقفين لحد اما جت الشرطه وقبضت عليه. تخيلوا بعد كل عمليات الهروب دي وبعده عن اسرته وعزلته السنين دي كلها، طماطمايه ترجعه السجن تاني وبقضية قتل كمان. ادمي فعلا منحوس، ما تعرفش ايه اللي عمله في دنيته خلى حياته كده بالدرجه دي، مع انه شخص ذكي ولكن حظه سيء جدا. شريتري فاق لقى نفسه معتقل للمرة الرابعة في سجن سابارو، والشرطة اللي قبضت عليه
اتعرفت على الراجل اللي نفذ اكبر عملية هروب من السجن، وعارفين ان هو المسجون الاكثر هروبا من السجون المحصنة في اليابان. وقف شريتري يتحاكم قدام قاضي محكمة سابارو، ولكن المرة دي اتحكم على شريتري بحكم قاسي جدا عن اي حكم اتحكم عليه قبل كده، وده بسبب عمليات الهروب المشهور بيها، ده غير التهم اللي موجهة اليه. واتحكم على وفاة المزارع انه جريمة قتل، وبسببها اتحكم على شريتري بالاعدام سنة 1947، واتنقل لسجن سابارو اللي هينتظر فيه حكم الاعدام. والمرة دي كانت السلطات حذرة جدا وما سابتش اي مجال للهروب، لانهم المرة دي عينوا 6 حراس كل اللي عليهم انهم يراقبوا شريتري 24 ساعة، وده مش من خلال كاميرات، لا ده بعينيهم فيس تو فيس. ده غير انهم حصنوا الزنزانة المرة دي اكتر من اي زنزانة قدر يهرب منها شريتري. وزي ما قلنا كده 6 حراس بيراقبوه على مدار الساعة، وفتحة تهوية الزنزانة أصغر من حجم راسه علشان استحالة يقدر يقلل من حجم جمجمته، يعني بمعنى أصح إن استحالة الهروب من كل ده، لدرجة إن الحراس ما يدوهوش بأي كلبشات علشان عارفين إن مفيش أي وسيلة ليه للهروب. وفعلا ظهر على شريتري علامات اليأس وفقد الأمل، وبقى ظاهر عليه كمان علامات الإرهاق من عمليات الهروب اللي فاتت، لأن شريتري كان كبر في السن ومبقاش قادر على الهروب. وكمان التعب ظهر عليه بسبب التعذيب اللي كان بياخده من الحراس في كل سجن يروحه. وفعلا ظهر على شريتري علامات الاستسلام والعجز وكبر السن، وبقت فكرة الهروب صعبة عليه، وعلامات اليأس والحزن بقت بتظهر عليه من خلال التأمل في سقف الزنزانة، لأن شريتري كان دايما بيتأمل في سقف الزنزانة بشكل ملحوظ، وده خلى الحراس لاحظوا، ولكن بيقولوا عشم إبليس يخش الجنة لو انت بتدور على مهرب من خلال سقف الزنزانة. وبدأ شريتري في النوم العميق في أكترية الوقت، وكان بيتجاهل الحراس لما بينادوا عليه ما كانش يرد عليهم، ويفضل متغطي تحت بطانيته وما يردش عليهم مهما نادوا عليه. واخر ما بيزهقوا الحراس كانوا بيدخلوا زنزانته عليه وينزلوا فيه ضرب علشان يأدبوه، وده علشان عدم رده، ولكن كل الضرب اللي بيعملوه بدون جدوى، وده لأن أثناء الضرب كان شريتري ما بيحركش ساكن وهم بيضربوه ولا بيقوم من مكانه، وده كان شبه يومي، لدرجة ان الحراس زهقوا من كتر الضرب فيه فما بقوش يهتموا لعدم رده، لانهم فعلا حسوا ان الموضوع مرهق بالنسبة ليهم، انهم يخشوا يضربوه كل يوم وده كمان بدون جدوى، فما بيقدمش شيء، فبقوا ما بيهتموش بعدم رده، بالذات ان الحراس كانت شايفة انه فاقد الامل ومقضي حياته كلها نوم ومستسلم لاي حاجة هتتعمل فيه. وفي يوم من الايام كالعادة بتنادي الحراس على شريتري وهو متغطي تحت بطانيته، ولكن كالعادة ما بيردش، فقررت الحراس انها تخش تأدبه، ونزلوا عليه ضرب، ولكن لقوا ان شريتري ما بيتحركش من مكانه خالص وكأنهم بيضربوا في حد ميت. فبيكشفوا الغطا فلقوا الصدمة الكبيرة ان شريتري اختفى من الزنزانة، وحط مكانه شوية ألواح خشبية على السرير وغطاهم بغطاه. المرة دي هروب شريتري كان على عكس كل المرات اللي فاتت، لان كان هروب شريتري المرة دي من تحت الارض. ابن الذين كان التأمل الدايم لسقف الزنزانة كان مجرد خدعة علشان يضلل بيها الحراس على انه بيدور على طريقة هروب من خلال سقف الزنزانة في نفس الوقت اللي كان بيحفر فيه نفق من تحت الارض وبعيد عن كل توقعاتهم، لان الحراس عمرها ما كانت هتتوقع ان شريتري هيفك الالواح الخشبيه كل ليله من الارضيه اللي تحت غطاه، ومن خلال طبق الاكل هيحفر نفق لحد بره السجن. ومن الحاجات الذكيه اللي عملها شريتري انه ما كانش بيعبر الحراس لما كانت بتناديله، وده علشان يقدر يحفر النفق بدون قلق، علشان هو عود الحراس على عدم الرد، لان اثناء ما هو بيحفر النفق مش هيكون مجبر للخروج منه كل شويه لما يندهوا عليه. وكان من حسن حظه ان لقى مكان يقدر يطلع فيه الرمل اللي هيطلعه من الحفر، وهو مكان ما بين أرضية الزنزانة المرفوعة عن الأرض بحوالي 80 سنتي، فبقى بيخرج فيها الرمل اللي بيطلعها من الحفر ويفرشها تحت أرضية الزنزانة، وبقى شغال على حفر النفق لمدة شهر تقريبا لحد ما قدر يوصل بالنفق لبره السجن. وكان عملية الهروب المرة دي هي الأسهل من كل عمليات الهروب اللي عملها قبل كده. ذكاء شريتري المرة دي هو اللي نفعه مع كل كمية الحراس اللي واقفة على باب الزنزانة بتاعته وبتراقبه باستمرار، وده بسبب خداعه ليهم انه خلاهم كلهم يتجهوا لاتجاه بعيد عن فكرة هروبه. انا عارف ان في ناس كتير مش مصدقة كل الاحداث اللي بتحصل مع الشخص ده وبتعتبر ان القصة دي خرافية، ولكن كل الاحداث دي تم توثيقها في كتب التاريخ اليابانية بعد ما بقى شريتري بطل قومي في اليابان. وخلي الكلام ده في اوانه وما نسبقش الاحداث. ودي كانت اخر عملية هروب لشريتري، ولكن مش هتكون اخر مرة هيخش فيها السجن، لانه هيرجع تاني السجن للمرة الخامسة، لان المرة دي هتكون مختلفة اختلاف كلي عن كل المرات اللي فاتت.
في يوم من الايام شريتري كان قاعد في واحده من الحدائق العامه في اليابان، وهو قاعد لقى شخص جه وقعد جنب منه، واتفاجئ شريتري لما لقى ان الراجل ده من الشرطه، واتوتر شريتري جدا وكان خايف انه يتعرف عليه، ولكن كان الضابط محترم جدا وفتح مع شريتري كلام، وفتح الضابط علبة سجاير وعزم على شريتري بسجارة. في الوقت ده كانت السجاير حاجة من الرفاهية وكانت غالية جدا في اليابان، وبسبب غلوها ما كانش حد بيعزم على حد بسجاير. وبسبب الموقف ده افتكر شريتري وهو بيشرب السجارة رئيس الحراس كوباياشي اللي خان ثقة شريتري، ونزلت الدموع من عينيه. والمرة دي اللي بيظهر لمحة من العطف على شريتري بشيء ثمين زي ده واحد من الشرطة اللي كانت سبب في هروبه طول السنين دي كلها، وحس ان المنظومة الفاسدة دي اتحسنت وبقى فيها الخير. وبسبب الموقف اللي اثر في شريتري ده قرر شريتري انه يسلم نفسه ويعترف للضابط باسمه. انا عارف ان الموقف ممكن يكون غريب شوية، ولكن شريتري خلاص زهق من كتر الهروب، بالذات ان شريتري مش معترض على السجن ولكن معترض على قساوة الحراس في معاملته. واعترف شريتري للضابط وقال له انا يوشي شريتري اللي هربت من السجن 4 مرات. وبالفعل تم القبض على شريتري ورجعوه للسجن من تاني، ولحسن حظه المرة دي ان هيئة القضاء كانت بيتعمل فيها تغيير كامل واصلاحات كبيرة، واتحاكم شريتري، بس المرة دي كانت محكمة عادلة لان القاضي نظر في قضية المزارع ان سبب وفاته مشاجرة ودفاع عن النفس. واما قضية القتل اللي اتسجن فيها اول مرة لقوا ان في حاجات غامضة كتير في القضية، وانه اجبر على الاعتراف بيها تحت التعذيب، فقرر القاضي انه يخفف عنه الحكم. والحكم المرة دي كان بسبب هروبه من السجن، واتحكم على شريتري بالسجن 20 سنة قابلة للافراج المبكر. وفي الوقت ده سيرة شريتري بقت على لسان كل شخص ياباني، وكان الترند في الوقت ده في المناقشات القانونية والإعلام، واللي اعتبروا إنه بسببه تم إصلاح شامل لأنظمة العدالة في كل السجون اليابانية، وبقى شريتري رمز للحركة الإصلاحية دي. وقضى الحكم بتاعه في سجن طوكيو في الدفا، وأخيرا الحراس كلها كانت بتعامله بكل احترام ورحمة، وما فكرش شريتري تاني خالص في الهروب، بل بالعكس قضى شريتري سجنه بحسن سير وسلوك، وده اللي خلاهم انهم يفرجوا عنه بعد ما قضى 14 سنة بس من الحكم، وخرج في سنة 1961. وبكده وصلنا لنهاية قصتنا الغير عادية اللي بتمنى انكم تكونوا استمتعتم بيها. وان عجبتكم قصتنا يا ريت ما تنسوناش من لايكاتكم والاشتراك في القناة، وسلام. عدادي قفلت والدنيا مشبرة، بصوب واصيب صح والدنيا مكبرة، بصدق احساسي وببلوك شوشرة، فكرتي جوهرة.